السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكون وبألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن 5 علامات بتؤكد ان الدجاج هيرقد على البيض. ناس كتيرة بتتساءل امتى نقدر نعرف ان الفرخة دي هترقد على البيض؟ ايه العلامات اللي تطمنا انه خلاص الفرخة هترقد على البيض وعملية الترقيد هتستمر وهتستكمل بشكل إيجابي، ونسبة الفاقد أو الكتاكيت اللي مش هتطلع هتكون أقل بكتير؟ يعني العلامات اللي تطمنا بشكل كبير إنه يعني عملية الرقاد هتطلع كتاكيت، وإن البيض اللي هيفسد هيكون قليل جدا. والعلامات اللي تطمنا إن الفرخة خلاص هترقد على البيض بشكل مستمر، خد بالك مش شوية وتمشي. كل ده بيطمن المربي ان هو خلاص بيعمل عملية الترقيد، وان الفرخة هترقد وعندها رغبة ان هي هترقد. فالعلامات دي مهمة، مش مجرد بنقولها كده كمعلومات عامة، وانما بنقولها علشان هتفيد كل مربي عايز يعمل عملية ترقيد طبيعي. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. ازاي تعرف ان الفرخة قربت تبيض، قربت ترقد على البيض؟ في علامات مهمة جدا لازم تعرفها. اول علامة انها بتفضل قاعدة في المكان اللي هي بتبيض فيه، هي واخواتها. تمام، تلاقيها راحت المكان وبترجع تاني، عندها اصرار ان هي ما تسيبش المكان. يعني هي مش عايزه تسيب المكان اللي هي بتبيض فيه، لان هي عارفه كويس قوي ان المكان بتاع البيض ده هو المكان اللي هي عايزه ترقد فيه على البيض. فلما تلاقيها قاعده على طول حتى لو مفيش بيض، حتى لو في بيضه واحده، تمام، تعرف على طول ان هي خلاص، يعني ما هي هرموناتها نقح عليها وعايزه ترقد. يعني هرموناتها خلاص يعني اديتها اشاره ان هي لازم ترقد على البيض، الغريزه بتاعتها اشتغلت من الاخر. تمام، وضع الامومه واحتضان البيض والحضانه على البيض والكلام ده كله اشتغل عندها. فدي اول علامه بتلاقيها ما بتسيبش المكان بتاع البيض ابدا. تاني حاجه هتلاقيها قطعت بيض، مش راضيه تاكل، مش راضيه تشرب، وبتلاقي ايه انت، يعني بتلاقيها بترجع تاني ايه للمكان بتاع البيض، مش راضيه تاكل مش راضيه تشرب وقطعت بيض خالص. ليه بقى؟ لان هي مركزه في حاجه دلوقتي، مركزه في تفصيله دلوقتي، حياتها كلها واقفه على فكره ان هي تلاقي بيض ترقد عليه. الغريزه بتاعت الامومه بتاعتها خلاص، يعني مش مخليها تفكر في حاجه تانية. اكل قليل، شرب قليل، مفيش انتاج بيض، مفيش حياه، في رقاد على البيض. حلو. الغريزه دي لما بتشتغل عندها بتخليها بشكل مباشر زي ما تقول كده ايه، ما تفكرش في اي حاجه تاني. وبما انها مش هتفكر في حاجه تاني، فده معناه انه الفرخه كده عايزه ترقد على البيض، ودي علامه مهمه جدا 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 لازم ناخد بالنا منها. تالت حاجه بترفض تكسير الديك، تجري منه مهما حاول. دي برضو علامه مهمه، لان هي ما عندهاش بيض اصلا، هي توقفت عن انتاج البيض. بما انها توقفت عن انتاج البيض يبقى مش عايزه تخصب البيض. بما انها مش عايزه تخصب البيض وتوقفت عن انتاج البيض، يبقى هي عايزه ترقد، بتفكر في حاجه تانية، في شيء تاني شاغل بالها اللي هو الرقاد، ده اللي شاغل بالها، مش بتفكر في حاجه غيره. خد بالك لان دي تفاصيل مهمه جدا، تفاصيل مهمه جدا 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 وبتفرق، لان المربي لازم يكون على علم بالتفاصيل دي، لان التفاصيل دي بشكل مباشر هتؤدي الى ان انت تاخد بالك وتدرك ان الفرخه خلاص هترقد، فتجهز لها الظروف وتهيئ لها الظروف، لانها مش هتقدر تعمل الحاجات دي لوحدها. اي تفاصيل تبع تجهيز المكان هي مش هتقدر تعملها لوحدها. اي تفاصيل تحت بند تهيئة المكان وتجهيز عملية الترقيد والتحويطة والضلة والاكل والشرب، والتفاصيل دي هتلاقيها ايه، هتلاقيها هي مش هتعرف تعملها لوحدها، فانت لازم تعملها نيابة عنها، وانت اللي لازم تتولى هذه المسؤولية. تمام، ده بالنسبة ايه، بالنسبة للعلامة رقم 3. رابع حاجة بقى بتلاقي ايه، الفرخة بتنفش الريش بتاعها. تمام، وتلاقي الريش بتاعها كده بيكبر وبترفع اجنحتها علشان خاطر عايزة تحضن على البيض. تلاقيها نفشه الريش كده
عندها الغريزه بتاعتها اشتغلت لدرجه ان هي نفشت الريش، يعني خلاص رغبتها في احتضان البيض، ان هي تحضن على البيض. الرغبه بقت كبيره جدا لدرجه ان هي بتجهز نفسها وبتجهز امورها، بتدور على اي حاجه تحتضنها، حتى لو في بيضه واحده بس في العشه تلاقيها راحت نفشت ريشها وغطتها. حتى لو مفيش بيض اصلا، تمام، بتلاقيها راحت نفشت ريشها وحاولت ان هي تحضن حتى لو مفيش بيض تحتها. لذلك احنا بننصح دايما انه اللي عايز يختبر الفرخه يجيب بيض بلاستيك او بيض معمول من الجير ويحطه كده عشان ما يكسرش البيض الحقيقي، ويحطه كده قدام الفرخه في العشه. حلو. وبعد كده تمام هيلاقيها بتحضن على البيض ده وبترقد عليه. يسيبها مثلا يوم كامل، وبعد كده خلاص يتاكد ان هي الفرخه دي هترقد على البيض، فيبدا يحط لها البيض الحقيقي، عشان ما يسيبهاش ترقد على البيض وتقوم من عليه تكون رغبتها لسه مش مستقره. لا، لازم تكون الرغبه مستقره، لازم تكون هي واثقه من فكره ان هي عايزه ترقد على البيض، واثقه من الفكره اللي هو مش هتعمل غير كده. تتاكد تحط لها على طول البيض الحقيقي بعد كده. خامس حاجه بقى بتصدر صوت غريب كده غير اللي متعودين عليه، بيقولوا عليه كده صوت كراك او قراق. يعني اهل الخليج بيقولوا ان الفرخه قرقه او بتقرق. تمام. عندنا بالكاف بنقولها كراك او بتكرك. تمام. عندنا في مصر. فانت بتتكلم هنا عن صوت غريب ويحصل من فرخه، صوت برضو نابع من غريزتها، غريزه الامومه ان هي عايزه ترقد على البيض. المعلومات دي والعلامات دي مهمه جدا، مش علامات كده وخلاص بنعرفها، لا، علامات مهمه هتفرق معاك انت كمربي فرق كبير جدا، ان انت تبقى عارف ان الفرخه دي بعلاماتها دي عايزه ترقد على البيض. ده شيء هيساعدك بشكل كبير ان انت تساعد الفرخه، وتبقى عارف امتى عايز تساعد الفرخه وتخلي الفرخه تخلي الفرخه ترقد في سلام، وتظبط لها المكان وتظبط لها الظروف اللي لازم تظبطها علشان خاطر عمليه الترقيد تتم. اوعى باي شكل من الاشكال، تمام، عمليه الترقيد تتم من غير رعايه منك. لازم تكون انت بتراعي العمليه. تمام. لازم تكون بتراعي العمليه كلها من اولها لاخرها، وبتخلي بالك من ظروف كتيره 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 تتعلق بالترقيد وتتعلق بالفرخه اللي راقده. لو ما خدتش بالك هتحصل مشاكل كتيره، وانت اللي في الاخر هتخسر كتاكيت من البيض. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.